بيضربوا من فوق وخلاص. انت قلت المدفعية دي مدفعية مضادة للطيارات وأرض أرض. ده هنا قائد الموقع واسمه مكتوب بالعبري، كان بيقعدوا هنا. الحيوان ده حد اتأثر ولا هو ده شكله كده؟ مين ده؟ ده العسكري المرسل بتاع القائد. بتاع القائد صح؟ اه. بصوا اتنفخ من الضرب يا جماعة. احنا دلوقتي في دشمة من الدشم اللي في منطقة مدفع أبو جاموس اللي كان بيقصف مدينة السويس تبع الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الدشمة دي تم السيطرة عليها بالكامل بعد ما انتصرنا في حرب 73، وده المكان اللي كان بيقعد فيه قائد العمليات، وهنا ده عسكري المراسلة بتاعه. هنا ده الجهاز بتاع التليفون اللي كانوا بيعملوا بيه الاتصالات بتاعتهم. وتعالوا مع بعض لا نكمل جوه نشوف المكان عامل ازاي. الطيارات ومدفعية أرض اللي هي الطيارات اللي هو من اي طياره 5 6 كيلو. هنا دي بعض المحتويات. ممنوع لمس الزجاج ماشي. دي بواقي الرصاص الفارغ وبعض المحتويات بتاعة الكتيبة هنا، القلم رصاص والنوت اللي بيكتبوا فيه. مش عارف بقى ده معجون حلاقة ولا معجون سنان، ودي فرشة سنان. أجهزة اتصال والشدة والنضارة. ودي آية من التوراة: أنا الرب إلهكم الذي ميزكم عن الشعوب. وده اللي موديهم في 60 داهية، الغرور. ده اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليهم. ده مدفع أبو جاموس اللي كان بيضرب مدينة السويس. المكان ده كان بيضرب وبيقصف مدينة السويس لمدة 5 سنين لحد ما تم اكتشافه